يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر أطيب لفة شاورما لحمة وأطيب بكتير من المحلات. يلا تعالوا نبلش. أول شي قطعت اللحمة شرائح طويلة، حيلا لحمة عنا إياها، كانت خروف أو عجل، حيلا ما بتفرق. قطعتها شرائح طويلة بهذا الطول. بعد ما خلصت كل الكمية، شلت اللي هي لحال واللحمة لحال، حطيتهم على جنب مشان أحضر الصوص اللي بدي أنقع فيها اللحمة. حطيت تقريبا كاسة لبن، بعدين حطيت معلقة صغيرة من كبش قرنفل، ورشيت رشة صغيرة من جوز الطيب، تقريبا رشة صغيرة. هلا كمان بدي تقريبا معلقة صغيرة هال مطحون. إذا ما عنا هال مطحون فينا ناخد الحب الهال العادي وندقه منيح منيح. ديلارا هون حبت تساعدني، قام حطت شوي زيادة بس ما بأثر يعني، بيطلع طيب. ومعلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة. أنا حطيت نص معلقة صغيرة، فيكن تزيدوا انتو، فيكن تقللوا. وحبتين فليفلة يابسة، وإذا عنا فليفلة مطحونة بيكون كتير منيح. وحطيت قرفة ناعمة معلقة صغيرة، وزنجبيل كمان معلقة صغيرة. بدي كمان معلقة صغيرة تقريبا بهار أسود، أو إذا عندكن بهارات مشكلة 7 بهارات فيكن تحطوا. وهلأ كمان بدي أحط معلقة صغيرة ملح، بس شوي إنه تكون معباية. أهم شي تقريبا بدي 3 بصلات مطحونين ومصفيين، واخد العصير تاعهم وحطهم مع الخليط، لأنه البصل بيفوت بقلب اللحمة بيعطي نكهة كتير طيبة، وبطحنهم بالهاند بلاندر. هيك تقريبا صاروا جاهزين. ديلارا بدها تساعدني بس شوي. أشطر وحدة ديلارا الحلوة. وهيك صارت الصوص خالصة. بنزل اللحمة كلياتها اللي قطعتها، وهلأ بحط عليهم الصوص اللي حضرته قبل شوي، وبتركهم ينقعوا، بخلطهم كتير منيح حتى اللحمة تشرب منيح من الصوص. وبتركهم ينقعوا تقريبا شي 4 5 ساعات، فيكن قبل بيوم. أنا نقعتهم تقريبا 5 ساعات، حطيتهم بالبراد. هلا بدي أحضر صوص الطراطور. حطيت 4 معالق لبن، وبدي أحط ضعف الكمية من الطحينة، يعني 8 معالق. مثلا إذا حطيتوا معلقتين لبن بتحطوا معلقتين 4 معالق طحينة، وهيك. معلقة صغيرة ملح بس معباية، وحبتين توم كبار، وفيكن انتو تحطوا حسب الرغبة. وعصير حامضة كاملة، وبخفقن منيح بالهاند بلندر حتى كمان الطحينة تنطحن، يعني تدوب منيح مع التوم. وبيكونوا صاروا جاهزين، بنحطهم بالبراد، بنفضيهم بصحن صغير وبنحطهم بالبراد. وهلأ بدي بلش قلي اللحمة. حميت المقلاية منيح، ونزلت أول شي اللي كنت حاططها على جنب، رجعت حطيتهم أنا مع الخلطة حتى يتشربوا من الصوص. وتركتهم بس نزلوا شوي بس نزلوا كل الدهن. حطيت اللحمة معهم، وحطيت لهم شوية زيت زيتون،
وقلبتن كتير منيح وتركتن وقت لحتى يستووا اللحمة، حتى تصير اللحمة كتير طرية. نزلت الزبدة